أهلا بيك يا سيدي في حلقة جديدة مع تعلم مع العسال، وفي الحلقة دي هتبقى بداية حاجة مهمة جدا 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 في هذا العصر بتاعنا، وهو الذكاء الاصطناعي. هنتفرج على وهنشوف حاجة حلوة قوي وهتساعدك جدا في فهم المجال ده لو انت عايز تخش. مش خاطر المجال ده كبير والموضوع كبير، فاحنا مش هينفع اديك الكورس دوت او مقدمة في الذكاء الاصطناعي في حلقة واحدة، فهنضطر نعملها على مجموعة من الحلقات، وبالتالي هنعمل كورس متكامل ان شاء الله في الموضوع دوت. وبعد الكورس ده هتكون انت فهمت ما هو الذكاء الاصطناعي وايه انواعه وازاي بنستخدمه وايه قصته في البيزنس وايه قصته مع الناس وازاي نعرف نستغله وازاي نعرف نشتغل فيه وايه التكنولوجيات اللي مرتبطة بيه. هتعرف حاجات كتيرة جدا جدا جدا، سواء انت راجل بيزنس اونر، سواء انت موظف، سواء انت مدير، سواء انت فريلانسر، سواء انت واحد لسه بتتعلم، سواء انت بروجرامر، سواء انت اي حاجة وعايز تخش في المجال دوت باي من اي يعني جهة من الجهات. فان شاء الله الكورس دوت اللي هو يعتبر مقدمة في الذكاء الاصطناعي هيرسم لك خارطة الطريق الصحيحة اللي هتحطك في أي حتة أنت عايزها according للي أنت عايزه. فيلا بينا دلوقتي على طول ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع. الذكاء الاصطناعي يا سيدي ابتدى من زمان قوي، مش من زي ما احنا فاكرين كده ان هو فجأة النهارده طلع بقى عندنا ذكاء اصطناعي. الذكاء الاصطناعي موجود من ساعة ما عملوا الكمبيوترات في سنة 1900، او بدأ تحديدا مع آلان تيورينج في سنة 1950، اللي عمل الآلة التي تمكنت من فك شفرة الخاصة بالشفرة بتاعة الألمان في الحرب العالمية. وآلان تيورينج ساعتها بدأ ان هو بقى عمل آلات، تحولت الآلات من كون ان هي آلات ميكانيكية فقط الى ان هي آلات يمكن ان تقوم بعمليات ذكية، وبالتالي دي كانت بداية وجود الذكاء الاصطناعي. وجه بعد كده مكارثي سنة 1955 وهو حط بداية هذا العلم وحط له الأسس بتاعته. وعلم الذكاء الاصطناعي يا سيدي هو جزء من علوم الكمبيوتر أو من الكمبيوتر ساينسز، واللي هو اللي هي حاجات اللي هي فيها علوم متعددة زي الكمبيوتر اركيتكتشرز، زي يا سيدي البروجرامينج لانجويجز لغات البرمجة، زي الاوبريتنج سيستمز أنظمة التشغيل زي الويندوز وهكذا، وزي الالجوريزمات او الالجوريزمز وديتا ستراكشرز، وزي الذكاء الاصطناعي اللي هو يعتبر واحد منهم. فدوت يعتبر بيلر كبير في الموضوع واحنا بنتعامل مع الذكاء الاصطناعي ده من زمان قوي، بس احنا مش واخدين بالنا ومش عارفين ومش مترجمين ان احنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي، بس احنا قاعدين معاه بقالنا كتير قوي. ولكن هتفهم دلوقتي مع بعض ان بقى في نوعين من الذكاء الاصطناعي، وفي اكتر من نوع من الذكاء الاصطناعي، بس دلوقتي هنقارن ما بين نوعين اساسيين، وهو الذكاء الاصطناعي العادي وحاجه اسمها الارتفيشال جنرال انتليجنس اللي هو الاي اي والاي جي اي. ايه الفرق بين الاي اي والاي جي اي؟ الاي اي يا سيدي دوت عباره عن ذكاء اصطناعي بيقدر ان هو يستوعب ويفهم حاجات معينه ويقدر ان هو ياخد قرار بناء عليه، ودوت ساعتها بيبقى متميز وقوي في ان هو يحل مشاكل محدده او تاسكات محدده. اما الاي جي اي او الارتفيشال جنرال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي العام، فده يا سيدي بيبقى الذكاء بتاعه موازي يا اما يفوق الانسان، ودوت بيقدر يحل مشاكل على مستوى عريض جدا من الايه من الساحه، يعني مشاكل بانواع واشكال وانماط مختلفه، وبالتالي الذكاء بتاعه بيمتد من كون ان هو مركز في حته واحده لان هو بيركز في حاجات تانيه. طب يا سيدي ايه الامثله اللي عندنا، او ايه نقدر ندي مثال على الفرق بين الاي اي والاي جي اي؟ الاي اي يا سيدي على سبيل المثال زي الفويس اسيستنت سيري اللي في الايفون، ولا بيكسبي اللي في الجالكسي، ما اعرفش بقى اسمها ايه دلوقتي، ولكن هتلاقي ان هو الفويس اسيستنت دوت واحد بيسمعك ويرد عليك. فهو بيعمل الكلام ده ازاي؟ وده ذكاء اصطناعي بس محدود. وعندك الفيشل ريكوجنيشن تحليل نمط الوش، الاجهزه اللي بتحلل نمط الوش، فتفتح لك باب، تقفل لك باب، تدي لك اكسس على حاجه، تفتح لك الموبايل نفسه لو انت شاف وشك تفتح لك الموبايل، بصمه العين، كل الفيشل ريكوجنيشنز والحاجات دي. عندك زي البيرسوناليزد ريكومنديشنز او الترشيحات الشخصيه، ودي حاجه احنا عايشين فيها اصلا دلوقتي حاليا في عصرنا الحالي. الترشيحات الشخصيه من الحاجات الاساسيه اللي مبنيه عليها صناعه الادز والاعلانات. دلوقتي لما تفتح مثلا تيك توك ولا فيسبوك ولا اي حاجه وتتفاعل مع مثلا مع مجموعه من المنشورات اللي مهتمه بموضوع معين، تبدا تلاقي المنصه اللي انت شغال عليها بترشح لك محتوى مشابه للي انت بتتعامل معاه. وبالتالي هذا هو الايه جزء برضه محدود وجزء من الذكاء الاصطناعي. الكلام ده ما بيعملش بيه بني ادمين، ده الكلام ده بيتعمل بيه الجهاز، والجهاز هياخد القرار ده ازاي الا لو كان هو ذكاء اصطناعي او ذكاء عنده القدره ان هو يفهم انت مهتم بايه فيرشح لك اكتر من اللي انت مهتم بيه. وطبعا الروبوتات اللي بتبقى في المصانع، الروبوتس اللي في المصانع زي صناعه السيارات وغيرها وصناعه الالات اللي بتبقى شغاله وبتعمل تاسكات وبتعمل حاجات معينه، والروبوتات اللي بتعمل عمليات، كل دوت اشكال من الذكاء الاصطناعي. الكمبيوتر نفسه على بعضه كله هو شكل من الذكاء الاصطناعي، ولكن احنا ما كناش بنسميه كده لان هو كان ذكاء اصطناعي محدود بيقوم بتاسكايه او عمليه واحده. اما الذكاء بقى اللي هو الارتفيشال جنرال انتليجنس او الاي جي اي، احنا لسه ما وصلنالوش.
يعني احب افاجئك ان احنا ما وصلناش للاي جي اي، ولكن احنا على اعتاب، تقدر تقول ان احنا يعني ايه في نص الطريق للوصول للاي جي اي. ونص الطريق في الوصول للاي جي اي دوت، ايه الاشكال اللي موجوده دلوقتي اللي بتقول ان احنا فعلا بقينا في نص الطريق؟ عندك الاوتونوموس كارز، العربيات او السيلف درايفنج كارز، العربيات اللي بتسوق لوحدها زي عربيات تسلا. بس العربيات تسلا عشان خاطر تسوق لوحدها بتعمل كميه معالجات واوبريشنز وقرارات على مستوى متغيرات ضخم جدا، مش مجرد تسقايه او حاجه محدده في نطاق محدد بناء على نوع بيان محدد. لا، ده بقى انواع بيانات مختلفه باشكال مختلفه بقصص مختلفه بتحليلات بتقوم بيها، كل الكلام دوت بتعمله في نفس اللحظه. فدوت تقدر تقول ان ده مش ذكاء اصطناعي عادي، ده ذكاء اصطناعي، لا ده احنا دخلنا في ليفل تاني. عندك يا سيدي حاجه تانيه اللي احنا دلوقتي كلنا مهووسين بيها، واللي هي عملت قلبان لانها دخلت في نطاق البني ادمين وتعاملنا العادي، مش عربيه ولا كلام من دوت، وبنتعامل معاها يوم بيوم. حاجه زي تشات جي بي تي اللي هو يعتبر حاجه اسمها الجنراتيف اي اي. الجنراتيف جايه، كلمه جنراتيف جايه من جنريشن، انت بتجنريت حاجه، بتنتج حاجه، بتخرج حاجه. فالجنراتيف اي اي اللي هو مبني على اللانجويج مودلز اللي هو يعتبر زي تشات جي بي تي وزي برضه كده، بس هو تشات جي بي تي لان هو يعتبر اقوى واحد موجود دلوقتي، ودوت يعتبر جزء من اجزاء الجنرال انتليجنس او الارتفيشال جنرال انتليجنس. فبالتالي يا سيدي هذه الاشياء احنا بتقول ان احنا كده داخلين على اعتبار جنرال انتليجنس، ودوت طبعا هو في منتهى الخطوره يعني. ولكن الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا دي دلوقتي ان انت بتقدر تتعامل مع لانجويج موديل او تتكلم ذكاء اصطناعي في اي موضوع، في اي قصه، في اي حاجه، في اي ليله، في اي بتاع، هتلاقي ان هو بيرد عليك وعنده اجابه ليك ويقدر ان هو ياخد ويدي معاك من الاخر يعني. فدوت جزء من اجزاء الاي جي اي. السبب اللي انا عملت منه بس الكورس ده يا سيدي، واللي انا ساكت كتير قوي عن المجال ده بقالي فتره، لان كان في نويز وفي يعني هوجه كبيره وفي ناس ركوب ترند كتير وابلكيشنز كتير بتطلع كل يوم ودوشه بنت لذينه. فحاولت ان انا استثمر الوقت اللي فات ده كله في ان انا احاول اطلع لك بالحاجه اللي تجيب من الاخر واللي هي تبقى ستريت تو ذا بوينت. واتمنى ان شاء الله ان احنا في الكورس دوت او اللي احنا عاملينه اللي هو الكورس اللي هو مش كبير، يبقى صغير ان شاء الله عشان اقدر يوصلك الموضوع بشكل سريع، في ان احنا نوصل للزتونه او لللبه بتاعه الحوار او للقصه دي ايه اللي تخلي لك الفاونديشن والاطار اللي في مخك دوت كده. فهمت يا باشا انت اتحطيت على الطريق في الليله دي وتعرف انت عايز تروح فين وتعمل ايه. فانا اتكلمنا كده يا سيدي عن نوعين الاي اي اللي احنا الاي اي العادي اللي احنا عايشين معاه بقالنا كتير، والخطوه اللي خدناها ناحيه الاي جي اي اللي هي زي في السيلف درايفنج كارز والاوتونوموس كارز والتشات جي بي تي والحاجات دي، وزي ميد جيرني اللي بيرسم الصور وكل الكلام ده. ايه الحاجات اللي الارتفيشال انتليجنس ينفع يعملها، والحاجات دي اللي مرتبطه بينا واللي هي مبني عليها واللي هي ممكن يبنى عليها ويمكن استغلالها قدام. عندك 4 حاجات هنتكلم عن كل واحده منهم، و4 حاجات رئيسيه. اول حاجه ما يسمى بالبريدكشن واند انفرنس، التوقع والاستنتاج، وهنعرف يعني ايه التوقع والاستنتاج وايه الفرق بينهم. تاني حاجه هو تحليل او مش تقدر تحليل، تمييز الانماط، وبعد تمييز الانماط هو تحليلها طبعا، بس هو تمييز الانماط وتحليلها. وعندك الحاجه الثانيه هي الاوبتمايزيشن او التحسين، ان انا احسن على الشيء واخليه افضل. وعندك رابع حاجه هي الاوتوميشن، ودوت لوحده قصه ضخمه رهيبه كبيره جدا. فقلنا الحاجات الاربعه دول هم الحاجات الرئيسيه اللي الذكاء الاصطناعي شغال فيهم ويعملوا. طب اول حاجه ايه هو البريدكشن اند انفرنس؟ يعني ايه بريدكشن اند انفرنس؟ البريدكشن اند انفرنس، فكره البريدكشن هو التوقع والانفرنس هو الاستنتاج. ايه الفرق بين الاثنين؟ البريدكشن ان انا اتوقع شيء جاي، يعني هي بكره هتمطر ولا مش هتمطر، هو السهم دوت طالع ولا نازل بكره، ده اسمه توقع. اما الاستنتاج فهو ان انا يكون عندي مجموعه من البيانات معينه وقدرت استنتج منها شيء او افهم منها شيء، او عندي مجموعه من البيانات اللي مش متكامله واعرف ان انا بناء على هذه البيانات اللي مش متكامله اعرف اطلع منها فكره تنطبق على مجموعه كبيره من الناس او مجموعه كبيره من البيانات او مجموعه كبيره من الحاجات، زي ان انا اقرا كتاب واستنتج منه موضوع، ده اسمه استنتاج. فالتوقع والاستنتاج دول حاجتين مهمين جدا جدا جدا، واللي هو بيعتمد او اللي هو بنعتمد عليهم فيما يسمى في علم الاحصاء. علم الاحصاء هو علم مبني على يعني انت عندك في حاجه اسمها الانفرنشال ستاتستكس، الاحصاء الوصفيه. وعشان كده الذكاء الاصطناعي هو بيعتمد على الاحصاء بشكل كبير جدا ومرتبط بيه بشكل كبير جدا، وده هنتكلم فيه بعدين يعني. ولكن زي ما انت فهمت دي اول حاجه الذكاء الاصطناعي بيتميز فيها ويعرف يعملها. الحاجه الثانيه وهي ما يسمى بالباترن ريكوجنيشن او تمييز الانماط. يعني ايه تمييز الانماط؟ ان انا النهارده
على سبيل المثال لما يكون عندي مجموعه من البيانات او مجموعه من البشر، كل مجموعه من البشر دي كل واحد منهم بيعمل عنده سلوكيات بيعملوها. فالذكاء الاصطناعي يقدر ان هو ياخد المجموعه من البشر دي ويبدا يعمل لهم جروبنج، كلاسترنج او سيجمنتيشن، يحط كل واحد في سيجمنت او في شريحه، عمليه تشريح. يقول دول بيحبوا القهوه، دول بيحبوا الشاي، دول بيحبوا يخرجوا، دول بيحبوا السينما، ويبدا يعملهم في عمليه تشريحيه ويشرحهم عن طريق ان هو يحلل انماطهم، وبالتالي يقدر يعمل لهم سيجمنتيشن. حاجه ثانيه بيسموها في الشركات السكيورتي او في موضوع في السكيورتي او في الامن، وهو حاجه اسمها الانومالي ديتكشن، ان انا اقدر اديتكت او استكشف او اكتشف الحاجات الخارجه عن الاطار الطبيعي، الحاجات اللي هي خارجه عن المألوف، الانوماليز. فمثلا لو انا مثلا كاميرا شغاله بتبص على صوره معينه او على مشهد او على كادر معين، فلو حصلت حركه غير الحركه المسموح بيها، ساعتها السيستم بتاع الارتفيشال انتليجنس يقدر يحدد ان في مشكله هنا، ويقدر يبلغ ان في مشكله هنا وفي حركه مش المفروض انها تحصل. فده بيستخدموه في السكيورتي. وبيستخدموه برضه في الفاينانس، ان انا مثلا دلوقتي حركه سهم على الجراف بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل في عمليه البيع والشراء، فلو وصل لحته المفروض ان هو ما ينفعش ان هو ينزل لها او يطلع في حته المفروض ما يطلعلهاش، فساعتها تقدر تخلي الذكاء الاصطناعي هو اللي ساعتها ياخد القرار في ان هو بقى يبيع يشتري يوقف يعمل يسوي، فيقدر ان هو يعمل ديتكشن لو في حاجه خارجه عن الاطار المألوف، او اللي هو ما يسمى بالانومالي ديتكشن. وطبعا الباترن ريكوجنيشن برضه بيخش في صناعه الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، اللي هو زي تشات جي بي تي في حته اللي هو الجنريتيف اي اي او الذكاء الاصطناعي اللي بيجنريت حاجه، لان هو طبعا بياخد منك نمط، بياخد منك بيانات، هذه البيانات يطلع منها نمط. البيانات دي عباره عن ايه؟ عباره عن كلام بتكتب له، انت بتكتب له حاجه، فهو بياخد نمط، بيفهم نمط من كتابتك، وبعد كده يقدر يطلع لك نتيجه. عشان كده الطريقه اللي انت بتكتب بيها او الطريقه اللي بتتواصل بيها مع الذكاء الاصطناعي واللي هو بيسموها البرومبتنج، بيقع عليها عاتق ضخم جدا في فهم الذكاء الاصطناعي انت عايز تقول ايه عشان يعرف يرد عليك، لان هو بيفهم منك نمط، هو بيترجم الكلام لنمط. ودوت في الكورس ده برضه الحاجه اللي هتساعدنا بشكل كبير جدا في فهم التعامل معاهم او مع الذكاء الاصطناعي، في ان احنا هنفهم هو بيفكر ازاي ودماغه شغاله ازاي، فهنعرف نتكلم معاه باكتر طريقه واكتر نمط هو يعرف يفهمه ويقراه، فيدينا احسن نتيجه ممكنه. فطبعا دي كده جزئيه الباترن ريكوجنيشن. الجزئيه الثالثه يا سيدي اللي هنتكلم فيها او اللي هو الذكاء الاصطناعي بيعملها وقوي جدا فيها، وهي الاوبتمايزيشن او التحسين. عندنا مثلا احنا شركات اللوجستيات مثلا وشركات الشيبنج والشحن كانوا زمان بيعينوا تيم ضخم جدا عشان خاطر يعرف هو عشان يوصل من نقطة ألف لنقطة ب أو نقطة إيه لنقطة بي محتاج يمشي في أنهي طرق وياخد أنهي أنواع مواصلات وأنهي أنواع شحن عشان يوفر الوقت ويوفر الفلوس. النهاردة الذكاء الاصطناعي يعمل الكلام ده في وبة جدا، يقدر يقول لك الأحسن طريق أو أحسن مسار يمشي فيه عشان خاطر نوصل من النقطة دي للنقطة دي بأقل تكلفة وأحسن وقت او اقصر وقت. عندك مثلا يا سيدي عندك شركات الطاقه والكهرباء والباور جريدز ومحطات الكهرباء والكلام ده، كيفيه توفير الكهرباء او توفير الطاقه بيخش فيها الذكاء الاصطناعي، بيعمل بلاوي زرقاء، بيعمل حاجات رهيبه جدا. السولار بانلز اللي هي حقول الطاقه الشمسيه الضخمه والويند ميلز والكلام ده كله، النهارده كل الكلام ده بقى بيوبريت بذكاء اصطناعي، بيخلي الافشنسي بتاعتها وقدرتها على ان هي تجيب احسن مخرج للطاقه باقل تكلفه بقصص تانية كتير بشكل رهيب جدا. فداخل فيها كمان عندك السياحه داخل فيها الاوبتمايزيشن، ان انا النهارده في السياحه ازاي ان انا اقدر ان انا يجي لك برامج السياحيه اللي هي مثلا بتحجز عن طريقها تذاكر الطيران والاوتيلات وكده، يجيب لك احسن سعر في احسن وقت في احسن ساعه في اليوم اللي تحجز فيها الرحله دي، وانت رايح مثلا لحد هتمشي في مسار معين رايح لدوله معينه، او تحجز في انهي اوتيل وتسافر في انهي وقت من السنه. كل الكلام ده يا باشا الذكاء الاصطناعي داخل فيه في حته ما يسمى الاوبتمايزيشن. وعندك مثلا التسويق، انا بصرف عندي حمله اعلانات بصرف عليها مثلا 5000 جنيه بتجيب لي رقم معين، طب ازاي اصرف نفس ال 5000 جنيه تجيب لي ضعف الرقم دوت؟ الذكاء الاصطناعي بيخش يلعب دور جامد في حته الاوبتمايزيشن دي. ورابع حاجه سيدي اكلمك عليها وهي الاوتوميشن، وهي تعتبر من اقوى واخطر واجمد الحاجات اللي الذكاء الاصطناعي بيعرف يعملها. والاوتوميشن يا سيدي على سبيل المثال وليس الحصر، على سبيل المثال مثلا لما تبعت السي في بتاعتك لشركه من الشركات، فهتلاقي ان الشركه دي مثلا السي في بتاعتك بتعدي على مرحله فلتريشن، اللي بيعمل مرحله الفلتره الاولانيه دي بيبقى الذكاء الاصطناعي. مبعوت 10000 سي في، مين هيقعد يتفرج على 10000 سي في؟ فبتخش على مرحله فلتريشن بالذكاء الاصطناعي، بيشوف بيحلل النمط وبيشوف الدنيا وبيعمل الكلام ده وبيدروب، وبعد كده يروح متنقله للي بعديه، فهو عمل عمليه اوتوميشن.
عندك حاجه تانية مثلا على سبيل المثال ان انت تعمل حاجه اسمها دوكيمنت كلاسيفيكيشن، ان هو بيتبعت له دوكيومنتس او مستندات كتيره، هو يقدر يحدد ويخزن كل واحد في مكانه. وعندك مثلا على سبيل المثال ان هو يقدر يحلل الصور ويقدر ان هو يكلاسيفاي الصور، والصور دي بتعتبر ما يسمى او حاجه بتسمى بالانستراكشرد داتا، البيانات الغير ممنهجه او الغير نمطيه او الغير يعني اللي ما لهاش تركيبه، ومع ذلك الذكاء الاصطناعي قادر ان هو يتعامل معاها، ودي حاجه الناس العاديه او احنا بنتعامل معاها بصعوبه جدا. عندك الوير هاوسنج سيستمز والانفنتوري سيستمز، النهارده امازون يا سيدي المخازن بتاعتها شغاله بالنسبه الاكبر للروبوتات، الروبوت هو اللي شغال، هو اللي بيأوتوميت الحركه كلها، البني ادمين مجرد بيساعدوا، والروبوت هي اللي مسيطره على الليله. فزي ما انت شايف كده الاوتوميشن ده حاجه خطر جدا جدا جدا، والميكنه هي حاجه خطر وكبيره جدا جدا، واللي بيشتغل فيها بيعمل حاجات رهيبه جدا جدا بسبب قدرتها وبسبب قدرتها الضخمه دي. ما هي الليميتيشنز ومحددات الارتفيشال انتليجنس بعد احنا قلنا كده؟ احنا قلنا حاجات الاي اي جامد فيه جدا فيها. طب ايه الحاجات اللي محدده بالنسبه له؟ من اكبر ما يحدد الذكاء الاصطناعي هو انعدام ذكائه العاطفي. هو ذكاء حلو جدا وجامد وبيفكر وكل حاجه وتحليلي وكل الكلام ده، بس من حيث الذكاء العاطفي والسوشيال سكيلز فهو ما عندوش الكلام ده، ضعيف جدا فيهم، لان هو ما زال غير قادر على تكوين الوعي البشري، ما عندوش وعي بشري، مش هيقدر يبقى عنده وعي بشري حتى هذه اللحظه، لا يمكن تكرار الوعي البشري او يمكن ما يقدرش تعمله. فبالتالي هو ما عندوش بيفتقر للايموشنال انتليجنس وما يسمى بالامباثي، ان هو يحط نفسه مكانك، هو مش هيعرف يحط نفسه مكانك ولا يعرف يحس انت حاسس ايه، فبالتالي ما عندوش اي ذكاء عاطفي خالص. تاني حاجه هو قدرته على عدم فهم ما لم يره من قبل، ما شافش حاجه قبل كده، في حاجه ما شافهاش او ما مرش بيها قبل كده مش هيفهمها، مش عارف يديك فيها رد، ومش عارف يتصرف معاها ازاي، لان هو معتمد على حاجه واحده بس، معتمد على ان هو عرف. ثالث حاجه البايزس او الانحيازات، الذكاء الاصطناعي مهما كان ما اتعمل فهو عنده انحيازات، لان اللي عملوه كانوا بني ادمين، والبيانات اللي داخلاله لازم يكون فيها انحياز، ودوت اللي بيدخلنا النقطه اللي بعدها، ان الذكاء الاصطناعي بقدرته وقدرته الكبيره دي كلها فهو معتمد على الذكاء على البيانات، ودوت اللي بيحطنا دلوقتي لان ليه الذكاء الاصطناعي النهارده بقى هو الحاجه اللي ضغط وبقى انفجر الانفجار الرهيب دوت، بسبب ما يسمى بالبيج داتا او البيانات الضخمه. البيج داتا هي اللي خلت الذكاء الاصطناعي يتحول من الذكاء الاصطناعي المحدود، لان احنا بقينا على اعتاب الارتفيشال جنرال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي العام بسبب حجم البيانات الضخمه، لان البيانات هي الوقود اللي بيشغل الذكاء الاصطناعي، البيانات هي كل ما يملكه الذكاء الاصطناعي، فبالتالي البيانات هي اكبر محرك ليه وهي اكبر ليميتيشن ليه او اكبر محدد ليه، لان على حسب طبيعه البيانات اللي داخله ونوعها وجودتها وانحرافاتها وانحيازاتها هيتحدد الذكاء الاصطناعي ده يبقى عامل ازاي. فبالتالي اللي انت شايفه قدامك دوت هو المحددات الرئيسيه للذكاء الاصطناعي، ولو بتحدد هو هيروح فين قدام في عدد اللي هو الحاجات اللي احنا قلناها دوت. عشان نقف لحد هنا النهارده في الحلقه دي، وفي الحلقه اللي جايه بقى هنيجي نتكلم على الديسيبلينز او الارياز او المناطق او التكنولوجيات المرتبطه بالذكاء الاصطناعي واللي بتوصل الذكاء الاصطناعي، لان طبعا الموضوع ده مهم جدا جدا. الذكاء الاصطناعي ده مش حاجه واقفه لوحدها كده، ده تحتيها ليله كبيره ومرتبط بحاجات تانية كتيره. هنتكلم بقى ان شاء الله في الحلقه اللي جايه باذن الله عن ما هي التكنولوجيات والمناطق والدومينز والسب دومينز والديسيبلينز المرتبطه بالذكاء الاصطناعي. اتمنى انك كنت استمتعت معايا في حلقه النهارده، واشوفك دايما يا رب على خير ان شاء الله. واتمنى لو في عندك اي سؤال او عندك اي حاجه فيما يخص الذكاء الاصطناعي وعايز احنا نتكلم فيها في هذا المجال اكتب لها تحت في الكومنتات، واشوفك على خير ان شاء الله.